ان شاء الله النهارده هنعمل كفتة الرز. نص كيلو من الرز، نص كيلو من اللحمة المفرومة الحمراء، نص حزمة من البقدونس، كزبرة وشبت، بصلة متوسطة، 7 فصوص توم، عندي ملح، فلفل، كمون، شطة، بهارات لحمة، معلقة توم مفرومة كبيرة، وعندي عصير طماطم. عندي نص كيلو من الرز المغسول والمنقوع والمصفى. شايفين بضغط عليه ازاي؟ بصوا الطحن في ايديا، فالعملية دي بتسهل لي ان هو يتطحن بسرعة في الكبة او المطحنة. من عوامل تفكك الكفتة بقى ان البصل بيكون اكتر في الخلطة دي، فلازم نقلل شوية من البصل، وكمان لازم مقدار الرز قد اللحمة بالظبط، ما خليش اللحمة اكتر والرز يبقى اقل، هتفك. لو رز اكتر واللحمة اقل هتكنك بتاكلي رز، فاعملي تعادل بين الرز واللحمة هيبقى كويس قوي. الحالة دي انا طحنته كويس جدا اهوت، وبقى شكله بصوا بقى بودر. بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ويفضل انك تعملي الخطوة ديت قبلها بيوم، هيسهل عليكي. هنجيب بقى البصل والثوم، هنفرمهم شوية نعمها. هنزل عليها هنا بالخضرة افرمها. في الحالة ديت لو سكينة الخلاط ما اشتغلتش معاكي، ممكن تضيفي شوية مية صغيرة تعمل على تحريك السكينة وخلط الخضرة. انا هنا محتاجتش لان هي اتفرمت معايا بسرعة. هنزل باللحمة افرمها خلطة تتجانس مع الخضرة. هنزل عليها بالملح والفلفل والكمون والشطة وبهارات اللحمة. انا ما بحبش احط كزبرة في الوصفة ديت، الكزبرة الناشفة، لان الكزبرة الناشفة ليها وصفات تانية. هبدأ بقى انزل بالرز، اخلطه شوية بشوية حتى يتجانس بقى كلها مع بعضها كده، وانعمها كويس. هيبقى بالشكل دوت. شايفين بقت ناعمة جدا وطرية قوي. هبدأ بقى ان انا احطها في طبق واغطيها بستريش عشان ما تنشفش مني، واجيب شوية زيت وابدأ ان انا اشكلها التشكيل اللي انت عايزاه، والحجم برضو اللي انت عايزاه، بس ما تخليهاش رفيعة قوي عشان ما تتحرقش مني في التحمير، وتنشفش مني برضو في الصلصة. بالشكل دوت. ممكن تشكليها بقى بالشكل دوت وتحطيها في الفريزر، وقت استخدامها تطلعي تحمريها على طول، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدأ اعمل الصلصة. هضيف معلقة سمنة وهضيف فصوص الثوم. انا ما بفضلش احط البصل، جربوها بالثوم طعمها احلى بكتير من البصل، طعم وريحتها تبقى جميلة جدا. انا هنا مش هغمقها، خليها ولا هصفرها، خليها شوية كده وفاتحة. هنزل عليها بالصلصة، وطبعا كمية الصلصة اللي انتي هتحتاجيها حسب كمية الكفتة. عندي ملح وفلفل وشوية سكر صغيرة وكمون وشوية شطة حسب الرغبة، طبعا بديها طعم سبايسي شوية. هسيبها تغلي غلوتين اتنين بس. هبدأ ان انا احمر الكفتة، احمرها معليش النار عليها عشان تستوي شوية معايا، واول ما تطلع هصفيها في مصفى سلك او في مصفى عادية، ما احطهاش على مناديل ورق عشان ما تطرش مني. واول ما تحمر معايا بالشكل دوت ابدأ ان انا اطلعها. شايفين ما تفكتش معايا ولا شقيت ولا اي حاجة، لان احنا عملنا تعادل بين اللحمة وبين الرز، لازم كمية اللحمة قد الرز بالظبط. الصلصة هنا انا مش هخليها تتسبك، هخلي فيها صوص شوية علشان انزل عليها بالكفتة، عشان الكفتة كده كده بتتقل في الصلصة، فهسيبها تتسبك هي والكفتة مع بعض. شايفين
لكن لو انتي نزلتيها وسبتيها اتسبكت ونزلتي عليها الكفتة فهتتشرب وهتتقل اكتر. لا كده الخطوة دي كويسة جدا. شايفين الكفتة هيت، هوريها لكم ما تفكتش ابدا ولا حاجة واستوت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكومنت حلو. بصوا شايفين الكفتة عاملة ازاي، بقت طرية ومستوية من جوه، والصلصة بتاعتها برضو شايفينها سبكت بقى حلوة قوي. هقدمها بقى جنب رز وبالهنا والشفا.